لو عندك شوية مكرونة هاتيهم وتعالي هنعمل أكلة كل الناس بتحبها، صغير وكبير بيطلبها. هنجيب هنا شوية مكرونة كده بالشكل ده. ده كيلو الا ربع من المكرونة، مكرونة اقلام عادية خالص. ببتدي ان انا اجيب قرن فلفل حلو كده، وابتدي ان انا اجيب 3 طماطمات حلوين برضو. وهنا معايا فلفل اخضر برضو، ومعايا هنا ايه، نص كيلو من اللحمة المفرومة. اول حاجة كده بحط حلة على النار وبحط فيها مية بتغلي، واحط فيها معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح، وابتدي ان انا احط المكرونه بتاعتي لغايه اما تتسلق معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لكن عايزاكي تسلقيها ما تكون يعني مش سوا كامل عشان لسه هندخلها الفرن. بجيب هنا بعد كده صينيه واحط فيها معلقه كبيره كده من السمنه، وانزل بيها بالبصلتين بتوعي. بصلتين يكون كبار كده مقطعاهم قطع صغننه، وهبتدي بقى ان انا احط اللحمه المفرومه بتاعتي بعد ما شوحت البصل كويس وخد اللون الاصفر بتاعي كده. هبتدي ان انا انزل باللحمه بتاعتي، واللحمه فيها نسبه من الدهن عشان تطعم معايا المكرونه ويكون طعمها حلو قوي معايا. ببتدي بقى ان انا اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللحمه ما تتعصج معايا وتتشوح كده وتبقى مظبوطه. ببتدي ان انا انزل بالفلفل الالوان بتاعي مقطعاه قطع صغننه كده، وبنزل برضو في فصين توم يعني فرمهم بالشكل ده، وهقلبهم معايا. هبتدي ان انا انزل هنا بطماطمتين مقطعاهم قطع صغننه. لو مش حابة تحطي طماطم ممكن تحطي معلقتين كبار من الصلصة، بيخلوا معاكي تعصيجة اللحمة بتكون طعمها حلو. ببتدي ان انا احط البهارات بتاعتي، بحط ملح وبحط فلفل اسود، وبحط هنا معلقة كبيرة من جوزة الطيب، بتخلي برضو تعصيجة اللحمة طعمها حلو. وابتدي ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده بتستوي معايا بقى، وبعد كده ارفعها من على النار. تعالوا نعمل بقى شوية بشاميل على أصولهم كده، عمرهم ما هيفشلوا تاني معاكي. هبتدي ان انا اجيب الحله بتاعتي وانزل عليها ب6 معالق من السمنه او الزبده، او لو عايزه تعملي ميكس بين السمنه والزبده مفيش مشكله. بحط لهم 8 معالق من الدقيق بالمعلقه اللي هي بتاعه الاكل العاديه. لازم تكون كده السمنه بتاعتك في قلب الدقيق تستوي معاكي على النار، عشان ما تبقاش يعني مديه طعم غريب كده في البشاميل، ويكون الدقيق بتاعك لازم يستوي بالشكل ده. بتبتدي ان انت تقلبيهم مع بعض بالشكل ده، وتنزلي هنا باللبن بتاعك. اللبن بيكون دافي، لبن بيكون عادي، مش هتفرق معانا. اهم حاجه تنزلي باللبن، تنزلي بيه حبه يعني مثلا نص كوبايه كده، وانت بتقلبي بالشكل ده لغايه اما تدوبي الدقيق في قلب اللبن بتاعك، علشان ما يكتلش معاكي. وانت شغاله بالمضرب بتضربيهم بالشكل ده. بس كده خلاص الدقيق بيختفي معايا تماما. بتنزلي بكل كميه اللبن بتاعتك. وانا المقدار ده اخد معايا كيلو من اللبن. مقدار الدقيق ده هياخد معاكي كيلو من اللبن. او حابة تعملي نص لبن ونص شوربة، يعني برضو الشوربة بتخلي طعم البشاميل حلو برضو معاكي. بتبتدي ان انتي على طول تحركي كده بالمضرب اليدوي بتاعك. شايفين ما شاء الله البشاميل مفيهوش ولا غلطة ولا كتل ولا حصل له اي حاجة. ولا حتى بشتري بشاميل جاهز من بره، اللي هي بتبقى البودر دي. لا، انا بعمله زي ما انتم ملاحظين كده، وبيطلع معايا ناجح من اول مرة. ببتدي ان انا يعني احط له بقى ملحه، واحط له هنا ملح وفلفل، وابتدي برضو ان انا احط له كده حاجه تطعمه، اللي هي معلقه قشطه بتاعت وش اللبن، بتخلي معاك البشاميل طعمه في حته تانية. بتكون طعمه كريمي كده وطعمه حلو قوي. وانا هنا مزوده البشاميل عشان طبعا بحب البشاميل يعني كتير في المكرونه. بعد كده بجيب المكرونة بتاعتي واقلب فيها نص البشاميل ده، علشان النص التاني هنحطه على وش المكرونة بتاعتنا. بس لازم تقلبيها كويس جدا كده في البشاميل بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابتدي ان انا ايه، احط يعني اقلب بقى كل المكرونة بتاعتي في قلب البشاميل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، لغاية ما تبقى كلها ايه يعني واخدة من البشاميل وشاربة منه كده. وعلشان برضو البشاميل يمسك معاكي المكرونة بتاعتك، لما تيجي تطلعي الخلطة تبقى متماسكة. بجيب بقى الصينية بتاعتي وابتدي ان انا احط فيها مغرفة كده من البشاميل، عشان ما تلزقش معاكي في الخلطة وانتي بتطلعيها، ما تكونش لازقة في الاخر، وتطلع معاكي الخلطة بخرطتها كده وطعمها زي العسل. بس كده ببتدي بقى ان انا انزل بنص كمية المكرونة بتاعتي دي، اول طبقة بحطها. ابتدي بقى ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وافرديها بقى كويس، ما تضغطيش عليها عشان تبقى كده هشة معاكي وانت بتاكليها، تبقاش مكتوم. بس وابتدي بقى ان انا احط هنا العصاج بتاع عصاج اللحمه زي ما انتم ملاحظين كده. وابتدي بقى ان انا ايه، احط في كل مكان في قلب المكرونه بتاعتي، عشان كل واحد ياخد خرطه كده تبقى مليانه من الحشو بتاعته، ما تكونش حته فيها وحته ما فيهاش. بس كده. ببتدي بقى ان انا ايه، انزل بنص كميه المكرونه بتاعتي،
وابتدي برضو ان انا افردها، وابتدي بقى ان انا احط هنا بقية البشاميل بتاعي. افردي بقى المكرونة بتاعتك كويس بالشكل ده، وتبتدي بقى ان انت تحطي بقية البشاميل كله على الوش، وهتشغلي معاكي الفرن بتاعك. هي مش هتاخد سوا خالص في قلب الفرن عشان تطلع معاكي مظبوطة. تدخل معاكي فرن بس نص ساعة كده لغاية اما كل حاجة تاخد وتدي مع بعضها، وبعد كده تطلع بقى الفهن. بصوا بعد كده حطيت بقية البشاميل بتاعي اهوت. لو مش حابة تحطي على وشها اي حاجة، انا ساعات هنا كنت لو ما عنديش جبن اللي انتوا شايفينها دي، وساعات كنت بحط معلقتين كده من قشطة وش اللبن على الوش، بتاعتي لون حلو اوي بعد ما تخرج من الفرن. بحط هنا شوية من الجبن كده، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر. الجبنة اللي انا كنت عملتها معاكم جبنة هنا رومي برضو، كنت عاملاها مقطعاها مع الجبنة اللي انا بحطها دي. بس كده حطيت على وشها الجبن بتاعتي، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن. بتاخد معايا نص ساعة لغاية اما تاخد معايا اللون الحلو من فوق، وتكون خدت ودت كده مع بعضها وشربت من بعضها، وبتطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. عايزينها بقى تطلع الخرطة بخرطتها كده وتكون متماسكة معاكم، سيبيها اما تبرد خالص. هتطلع الخرطة متساوية، تطلع الخرطة كده يعني مظبوطة معاكي. بس لو انتوا زي حالاتي كده مستعجلين على الاكل وبتحبوا الاكل يكون سخن معاكم، يعني على طول اغرفي على طول وكل انتوا والاولاد، وبألف هنا وشفا تطلع معاكم. بصوا البشاميل ما شاء الله صايح فيها وكده، وعايزه اقول لكم طعمها خطير. جربوها بنفس الطريقه دي، انا واثقه ان هي هتعجبكم. شايفين ما شاء الله بجد تحفه. البشاميل كده مش ناشف فيها وسايح معاها، وما شاء الله عايزه اقول لكم خطيره. يعني زي ما قلت كده، لو انت عايزه الخرطه تطلع زي ما هي كده متماسكه معاكي، سيبيها اما تبرد شويه عشان تطلع معاكي الخرطه متماسكه كده، وتطلع زي ما انت عايزاها. واظن بقى ان مفيش حد اسمه مش بيحب الاكله دي. دي أكلة الشعب المصري بجد، كل الناس بتحبها كبير وصغير. شايفين عاملة ازاي؟ وعايزة اقولك جربيها بنفس الطريقة دي، ان شاء الله هتكوني محترفة فيها. ولو انت كده اول مرة بتدخلي المطبخ، ان شاء الله هتجربيها من اول مرة وتنجح معاكي. شايفين بقى لما بردت شوية معايا، ان شاء الله هتطلع معاكي كده الخرطة متماسكة ومش هتفك منك. بس زي ما قلت لك كده، احنا بنحب الاكل كده يكون سخن وملهلب كده، فبنحب ناكله على طول. لو انت زي حالاتي كده اكتبيلي في الكومنتات وقوليلي. يا رب يكون عجبكم الفيديو يا بنات، بجد يستاهل، وبجد الوصفة بتاعتنا حلوة قوي. ما تنسوش بقى تدعموني بلايكاتكم والشير بتاعكم لو انتوا بتشوفوني من على الفيسبوك. ادعموني بلايكات كتير على الصفحة، واعملوا متابعة عشان تشوفوا فيديوهاتي على طول اللي بنزلها. ولو بتشوفوني من على اليوتيوب، يا ريت تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفة يوصل لكم اشعار بيها. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.